السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد اللي غنهضروا فيه على المنتخب الوطني المغربي وعلى المقابلة اللي جرى اليوم ضد المنتخب الكرواتي من الجولة الأولى من منافسة كأس العالم. وبداية مع التشكيلة اللي دخل بها وليد الركراكي. في حراسة المرمى ياسين بونو، في الدفاع كاين أشرف حكيمي، غانم سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي، قدامهم سفيان أمرابط. وسط الميدان كاين وناحي سليم أملاح، وفي الهجوم كاين حكيم زياش، يوسف نصيري، وسفيان بوفال. المهم المقابلة انتهت بالتعادل السلبي 0 لمثله. بالنسبة للنتيجة فهي مزيانة، بالنسبة للتعادل فهو مزيان، نتيجة إيجابية، ولكن كان بالإمكان المنتخب المغربي باش يفوز. يعني كان المنتخب المغربي دخل مرتبك بزاف، بالخصوص في بداية الشوط الأول، وهذا العامل خص يشتغلوا عليه من بعد. يعني يكون موعد نفسي صراحة، بحال مع اللعابة بحال ما محترفينش، بحال ما عمر لعبوا في داك الضغط. من بعد عاد بداو كيدخلوا في المباراة شوية بشوية. كان الاحترام بزاف ديال الخصم، وكان بطبيعة الحال من حيث المقابلة من مباراة افتتاحية كتبقى الخوف من الهزيمة، وهذا هي كتبقى نتيجة مزيانة، ولكن كانوا بعض الأخطاء خصهم يتعالجوا من بعد. من الناحية الدفاعية فهو كان مزيان، كان دخل بالخطة ديال 4-3-3 ومن بعد كتحول 4-1-4-1. من الناحية الدفاعية اللي كنا هضرنا عليها فهو مزيان، ولكن من الناحية الهجومية كان ناقص. يعني كان عندهم مشكل في باش يخرج بكرة يعني بطريقة سلسة من في وسط الميدان. ملي كتقطع كرة وتحول يعني هجمة مرتدة، القضية ما كانش خصو يستغل عليها أكتر. في الهجوم لا شنو من التنقيط ديال اللعابة، فالأكثرية اللعابة ديال الهجوم خداو تنقيط ديال 6.5 تقريبا. الدفاع كان مزيان، حكيمي أشرف حكيمي قدم مقابلة كبيرة بالخصوص في الدفاع، حتى من الناحية الهجومية شوية ما كطلعش بزاف، ولكن بحكم الضغط اللي كان في الجهة اليمنى، حيت عارفين بلا كاين خطورة من تما ديال حكيمي وزياش. تا هو كان شوية في الدفاع كان مزيان، ولكن في الهجوم كان عليه رقابة كبيرة. بوفال هو اللي كان ناقص، ما شفناش داك بوفال اللي هذا كان ناقص بزاف. وناحي حتى هو ما ساندش في الهجوم. في الدفاع راه كان مزيان، ولكن في الهجوم راه ما ساندش الفرقة في الهجوم. أملاح راه باين ما خصوش كان يدخل أساسي. أملاح باين كان عنده نقص في التنافسية، وهذا بان في سميتو. أمرابط حتى هو دار مقابلة مزيانة، ولكن واخا كان عنده بعض الأخطاء في بعض التمريرات كانت تكلفنا الهدف. بالنسبة لأشرف حكيمي، شفنا ديك التسديدة ديالو اللي كان ديال ضربة خطأ، كانت تعطي الهدف. المهم على العموم كان في الدفاع راه كنا مزيان، ولكن في الهجوم كان نقص. سيطرنا عليهم. هو نجح في ديك الخطة اللي دار، خطة مزيانة اللي دخل بها وليد الركراكي، سيطر على وسط الميدان، ولكن من ناحية أخرى ما قدرش نستغلو كيفاش تقطع كرة في وسط الميدان وتخرج بها يعني بطريقة سلسة وتحول هجمة مرتدة سريعة وتكون مركزة. هاد القضية ما خص يشتغل عليها من بعد. حتى اللعابة كان باين عليهم الارتباك، كانوا تيضيعوا كواري بزاف. احنا عارفين من الاجواء بحال هذه كيكون مع الضغط الجماهيري وكذا، واجواء ديال المقابله ومقابله افتتاحيه، كيخافوا اللعابه من الهزيمه. ولكن هاد الحوايج كيخصهم معد بدني، عفوا معد نفسي، اللي باش يشتغل على هاد القضيه مزيان. وبالنسبه للعابه اللي كانوا مزيانين في هذا الماتش فهو الدفاع يعني كان كله مزيان. بين غير التنقيط ديال من بعد المباراة ديال اللعابة ديال الدفاع والحارس كلهم عندهم 7 في المعدل ديال المباراة، وكذلك أمرابط. وسط الميدان والهجوم كله كان عندهم التنقيط ديال 6. يعني من التنقيط كيبان بلي الهجوم ووسط الميدان كان ناقص. وسط الميدان ما كانش كيساند هجوميا، والهجوم تا هو كذلك كان ناقص. من الناحية الدفاعية كان مزيان، بخصوص ياسين بونو دار مقابلة كبيرة، وقطع يعني كواري يعني ديال الهدف. وياسين بونو يعني مولف هو بهاد الأجواء ديال الضغط. الصراحة ما كان عليه لا ارتباك لا والو، هو وحكيمي اللعابة كذلك ديال الدفاع.
في وسط الميدان وفي الهجوم، هما اللي كانوا شوية ناقصين. المهم نتمنى من بعد وليد الركراكي يشتغل على هاد القضية ويحفز اللعابة أكتر، حتى التحفيز النفسي يعني مهم جدا، مهم بزاف. ولا شفنا غير المنتخب ديال السعودية، التحفيز الذهني والنفسي راه مهم بزاف، يعني في خصوص الماتش ديالهم مع الأرجنتين ما بين الأشواط الإضافية. كاين واحد الفيديو دابا على مواقع التواصل الاجتماعي، الطريقة كيفاش كيهضر رونار مع اللعابة ديالو، الطريقة باش يحفزهم على باش انهم يضغطوا على الخصم وما يخافوش ويهاجموا ويستغلوا الفرص ويثيقوا في ريوسهم. يعني الطريقة الصراحة ذكية. بحال هاد الحوايج خص يكون عندنا حتى حنا في المنتخب ديالنا، عندنا لاعبين مزيانين، كاين فنيات كاين مهارات، ولكن خص يكون الثقة في النفس والاشتغال على العامل الذهني والنفسي، وكذلك الاشتغال على إلا بغيت تلعب مقابلة دفاعية خصك تشتغل مزيان على كيفاش تخرج كرة وتلعب مرتدات يعني بطريقة مركزة وتكون سريعة. المهم كتبقى نتيجة مزيانة. منتخب كرواتيا هو منتخب ماشي ساهل، وصيف بطل العالم. هذه غير بداية، ومهم البداية كتبقى مزيانة، بداية مزيانة تفتتح يعني تبدا البداية بدون هزيمة، راه مزيانة، حاجة مزيانة. ونكون نتمنى القادم يكون أفضل إن شاء الله، يكون في المباريات المقبلة يكون المنتخب المغربي أحسن. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، ما تنسوش ديروا جيم واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.